يا صباح الجمال من شيماء جمال، اهلا بيكم في قناتي العزيزه الموت شماوي. يا ريت قبل ما نسمع الفيديو نعمل سبسكرايب ولايك للقناه، لان هتلاقوا فعلا مواضيع جميله جدا 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 مختلفه عند اي حد تاني، ونحن نختلف عن الاخرون. طيب موضوعنا النهارده، وندخل بالصلاه على النبي في الموضوع على طول. بيقول ايه بقى؟ لو شريك حياتك بيكسرك بالكلام ده، خدي بالك كويس قوي قبل ما تكملي. لو بتسمعي كلام بيوجعك من اقرب الناس ليكي، لو شريك حياتك بدل ما يكون في الاصل هو الامان بقى مصدر تقليل ووجع، الفيديو ده ليكي. وانا مش جايه الومك، انا جايه اقولك انك تستحقي اكتر من كده. كلمات بتكسر اكتر من الوجع. انت فاشله، انت ما حدش يقدر يستحملك، انت اصلا عمرك ما هتنجحي، انت اصلا كده قاعده تاكلي تشربي، ده اخرك. الكلام ده بيوجع اكتر من الاثر النفسي اللي بيحصل مع الوقت. هو انعدام الثقه بالنفس. وعارفه يعني ايه تبقي عايشه مع راجل انت مش حاسه بالثقه، الاحساس بالذنب، الانطواء، ان انت تكوني داخله العلاقه دي شخصيه، تمام، تدخلي جوه العلاقه شخصيه حماده تاني خالص. نقول جمله قويه ان في ناس كتير بتكسر، بس في ناس كتير بتكسر من غير ما تمد ايدها، بكلمه واحده بس تقدر تكسر الانسان اللي ده. كان كده المحور الاول. طيب المحور الثاني، ليه بنسكت؟ ليه نقدر نستحمل حياه احنا مش عايزين نستحملها، او مش قادرين نعيشها، مش قادرين نكمل فيها؟ اولا الخوف من الوحده، ثانيا التربيه اللي تربيناها ان احنا نستحمل عشان نعيش، عشان البيت ما يتهدش، ثالثا نظره الناس هتقول علينا ايه. لكن ايه تمن ونقول ان السكوت على الاهانه مش قوه، القوه انك تحمي نفسك وتحبيها. تعالوا ندخل بقى في العلاج على طول، خطوات عمليه. لو انت بتتعرضي لكده في العلاقه، هقولك على خطوتين تعمليهم وتنفذيهم. اول خطوه، اسالي نفسك هو الكلام اللي بيقوله ده حقيقي ولا هو بيفرغ وجعه فيا؟ تاني خطوة، اكتبي الحاجات الحلوة اللي بتحبيها. تالت خطوة، دوري على دعم أو صديقة أو أخصائية نفسية أو أي محتوى ممكن يساعدك إن أنت يبقى عندك وعي أكتر إزاي تتعاملي في العلاقة دي بدون أي تأثير سلبي على حياتك. قولي لنفسك الكلمتين دول: أنا أستحق لشريك يسمعني مش يسكتني، يشجعني مش يحبطني. وفي نهاية حلقتي أحب أقولك الخلاصة، أنا مش جاية أقولك على فكرة تسيبي أو تكملي، القرار قرارك. بس اللي أقدر أقولهولك من قلبي إنك يا حبيبة قلبي ما تعيشيش طول عمرك مكسورة عشان حد هو مش شايف. وابدأي النهاردة رحلة تصالح وتشافي مع نفسك، لأن كل ما هتشوفي نفسك كبيرة كل اللي قدامك ما هيشوفك كبيرة. انت من جواكي مراية الحد اللي قدامك. طول ما انت شايفة نفسك حلوة كل شايفك حلوة، طول ما انت شايفة نفسك واثقة من نفسك اعرفي ان اللي قدامك شايفك واثقة. انا خلصت كلامي، يا رب تكون كلامي خفيف على قلبكم. بليز سبسكرايب وقولوا لي حابين نتكلم في موضوع ايه، وايه اللي ممكن نشاركه مع بعض ونتكلم فيه. ودمتم بخير وطيبين وبخير وسعاده. سلام.